اللي ربنا سبحانه وتعالى وهبنا اياها عشان تدافع عن جسم الانسان وجسم الانسان ضد احنا قلنا مستنيه الدعم هيجي دلوقتي. بص حضرتك في الصوره دي هتلاقي دلوقتي الخلايا جايه اهو، كانت ماشيه في الدم، خدت امر مشيت بين الانسجه، دخلت، انا جايه على طول هفتك بقى باي حاجه حمراء ميكروب ده ماشيه في الدم، هتنزل الخلايا هتوسع المسافه دي تروح على طول. يبقى ده ازاي هي بتتحرك عشان تنشط. دي صوره ثانيه، ادي الدم ماشي، ده اللي تحت ده وعاء دموي، والخلايا اللي هي اللي قطر الاسود الابيض دي برضه خلايا مناعيه بتروح في مكان في حصل فيه التهاب بتسيب الدم وتروح على طول تتغلب داخل النسيج ده عشان تقوم بالواجب. بنلاحظ بقى احنا ليه بنتكلم في رفع المناعه؟ لان احنا عندنا قلنا حساسيه انف زي ما شايفين، يورش في مناخيره، بيعطس بتنسد، يورش في عينه، في سقف حلقه، عنده حساسيه، يبقى عنده نقص مناعه، معرض لانفلونزا الخنازير. برضه مرضى الربو معرضين لانفلونزا الخنازير. بنلاحظ بعد كده بقى برضو الصورة دي بس تشوفها برضو تعرفها، دي موجودة في فراشنا، موجودة في سياراتنا، موجودة في بيوتنا، دي بيسموها حشرة الفراش، وموجودة بالالاف زي ما احنا شايفين قدامنا، ولكن هي في الحقيقة ملايين 20 مليون موجودة في المرتبة اللي ما بتشوفش الشمس. برضو ده هيخليني مناعتي تقل مع انفلونزا الخنازير. 5 في 1 5 في 1 سهلة جدا. اللي معناها طبعا البدل اول حاجة منها ان لازم قدام كل فرد في المجتمع في طبق واحد وفي 5 حاجات. ال5 حاجات دول تبدأ 5 في 1. الأول بنذكر إن دي مبادرة مصرية لرفع مناعة الإنسان في أي مكان يقودها دكتور مجدي بدران ومعه آخرون إن شاء الله، مش كده؟ والمبادرة دي اللي عايز تعرف عليها يخش يعمل إيه؟ لا بس يتابعنا دلوقتي وهيلاقيها في النت بعد كده بعد ساعة إن شاء الله. يسوي نبدأ 5 في 1. 5 في 1 نعتمد على 5 ألوان. الطماطم هنلاقيها، الطماطم زي ما بنشوفها ما ننساهاش ونحفظ الصورة عشان ما ننساش الصورة دي. هننسى الطماطم الناس بتنساها كتير.